النهارده عباره عن كام طقم كده عجبوني في المحل. انا طبعا اللي جايبه حاجتهم وانا اللي مفصلاهم، بس هما فيهم طقم مش بتاعي، هفرجكم عليه وهقول لكم انهي واحد فيهم. جبت لكم معايا كده 4 تطقم. كنت مخلصه شغلهم ومكيساهم وكوياهم، فيهم حاجات بتاعتي وفيهم حاجات متباعه. قلت قبل ما اطلعهم من المحل كده ان شاء الله افرجكم عليهم. يا رب ان شاء الله كده يعجبوكم، وان شاء الله من وقت للتاني هعمل لكم فيديو زي كده ان انا اجيب ملايات افرجكم عليها. ولو حد عايز ياخد فكرة عنها بتتقفل ازاي او بتعوز طلبات ايه، يبعت لي عادي في التعليقات وانا هرد عليه على طول واقول له هي محتاجة ايه بالظبط يجيبه لها، وهتتكلف قد ايه، وممكن ان انا ايه احاول اشرح له لو هو مسافته بعيدة عني يعني مش قريب مني. ممكن ان انا احاول اشرح له واتابع معاه يعني هيقفلها ازاي، لان انتوا عارفين ملايات ام كرانيش ممكن يخش لها كذا حاجه، وفي تقفيلها بس ايه مش بتبقى سهله زي الملايات العاديه كده. فربنا ييسر الحال لينا وليكم يا رب، اللهم امين. فقلت باذن الله كده تعالوا معايا نتفرج على كام طقم جايباهم، يا رب باذن الله يعجبوكم. بصوا كده انا هفرجكم عليهم هنا، وهخلي ملك برضو تفرشهم معايا وتفرجكم عليهم عشان يبقوا اوضح، عشان في اكياس كده مكويين ومتكيسين مش هيبانوا. ادي ملايه وادي التانية، ممكن تستغربوا الشكل بتاعها شويه اهي. دي حاجه جديده بس دي مش فكرتي بصراحه يا جماعه، بس هي حاجه عجبتني قوي برضو قلت اجيبها واعرضها لكم تتفرجوا عليها معايا. ودي ملايه برضو اهي، دي برضو حاجه عندي في المحل عاملاها ومتباعه، وقلت برضو اجيبها لكم تتفرجوا عليها الاول. تعالوا مع بعض نفرش واحده واحده بقى. ملك هتتعب معانا شويه بس معلش عشان تفرشهم كويس ويبان القصه وتفرجوا عليه. بصوا يا جماعه ده اول طقم معانا اهو، بصوا عليه كده واحده واحده. دي كده الملايه، وطبعا مش عايزه افرجكم على مساحتها لان انتوا في فيديوهات ليا عارفين مقاسات الملايات فيها. لا خليه هو باين، هو باين، خليه طبيعي وهو باين، بس هات الكورنيش كله وهو باين. بصوا يا جماعه ده كده كورنيش الملايه اهو، لو هو مش واضح اهو بالشكل ده. وطبعا بقيتها احنا تانيينه مش مدخلينه بين السرير عشان ايه ما يتكسرش، لان الملايات دي انا كاويه زي ما انتوا شايفين كده الكسر بتعوز تتكوي فكاويه. ده اول طقم معانا. وبرضو المخدات اهي، هي ملك حاطه مخده واحده بس على الحرف بس بحط لها ورد كده. ودي الخداديه اهو شغلها واضح قوي اهو الشيفون، والورد برضه حواليها. اللي مدخله ده يا جماعه شيفون مش قماش ساده، هوريكم حاجات مدخله لها قماش ساده ان شاء الله، ومن وقت للتاني زي ما قلنا هعمل لكم فيديو زي كده افرجكم فيه الطقومه اللي في المحل والشغل اللي انا بعمله، تشاركونا فيهم برضه. خدوا بصوا كده يا جماعه ده تاني طقم معايا اهو. انا طبعا وريتكم 3 كانوا في الكياس اللي انا كنت طالعه بيهم من تحت اهو، والرابع طقم انا كنت فرشاه على السرير هنا. طبعا رابع طقم ده اللي هو كان الفوشي، اول طقم لسه مفرجاكوا عليه ده كان الرابع معايا عشان ملك قالت لي انت نسيتي تقولي لهم. بصوا ده كده لبني، شايفين الورد بتاعه اهو. بصوا يا جماعه هو عباره عن الكورنيش ان هو منه فيه يعني عامله له كورنيش برضو كسر من نفس القماش ومزوده عليه دور شيفون. ممكن يكون واضح شويه اهو، بحاول اوضحه لكم. وزي ما قلت لو اي حد عايز اي استفسار يعني عن طريقة قصه او بيحتاج قماش قد ايه وشيفون قد ايه وستانات قد ايه مفيش مشكلة انا ممكن اوضح له. بصوا المخدة بس ده طبعا داخله ستان مش ورد. فاهي الخدادية فيها كورنيش منها فيها
وفيها فيونكتين كده ستان، انا عايزه ابينهم لكم، مش عارفه، استنوا نجيب الخده دي. بصوا فيها فيونكتين كده على الخده دي بس من الجنبين، والمخده برضو عباره عن ستان بس انا عاملاها كبيره شويه عشان الملايه دي بصراحه بتاعت حد، وممكن يكون السرير بتاعه كبير شويه عن السرير عندي يعني. بصوا اهي، قولوا لي بقى ايه رأيكم في التعليقات في الشغل بتاعي، يا رب كده ان شاء الله يعجبكم، واكتبوا لي لو في اي حاجة، برضو ممكن يكون حد بيشوف الفيديوهات بتاعتي وممكن يعدل على اي حاجة موجودة في الملاية، انا ما عنديش مشكلة، انا بقبل برضو اي نصيحة والله هتفيدني يعني، ما فيش اي مشكلة تزعلني. بصوا يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كده عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا اللون الزهري الجميل دوت، ده ساري يا جماعة. بصوا الملاية، ممكن يكون اللون مش واضح قوي برضو في الكاميرا، هوريكم الشغل بتاعها، بس انا بس بخليكم تشوفوا اللون الاول وهدوء اللون وروقانه كده، وهوريكم برضو القصة بتاعتها، وعامله معاها مفارش كده للكومودينو هفرجكم عليها برضو. على فكره يا جماعه الطقمه دي كلها مخدتين وخداديتين يعني كامل، بس هي ملك بس عشان الموضوع بيتعبها يعني، انا بساعدها برضو بصراحه، بس الموضوع بيكون تعبها ان هي بتشيل كذا طقم وتحطه، يعني انا جايبه لها 4 اطقم في نفس الوقت، بنشيل ده وبنحط دوت عشان نفرش عشان نفرشهم نفرجكم عليهم. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهات لينا ان شاء الله. ما تنسوش اللايك يا جماعه، وتعالوا بقى نشوف الفيديو سوا، نشوف بقى الملايه دي كده. بصوا الملايه معايا الكورنيش بتاعها عامل ازاي. انا يا جماعه في الفيديو ده مش هقول اسعار الملايات بصراحه، انا تحت عامله شيفون متكسر برضو كده وراكب له ستان ازرق، محبتش ان انا ادخل الوان تاني فيه، وقلت كفايه الذهبي ان هو مديله طله لوحده، شايفينه ده يا جماعه قماش ساري، واللي تحت ده شيفون الخفيف ده عشان الاضاءه تحت بس مش بتبقى كويسه. بصوا ده كده شيفون، حطله في الاخر تحت ستان، وطبعا الشغل ده قبل ما بقفله على بعضه كده بكون مسرفلاه ومقفراه على اساس ان هو ايه ما ينسلش بعد كده ولا الكلام ده كله. وبرده في الحرف بعد ما حطيت الساري قفلت برده بستان اهو متكسر زي ما انتوا شايفينه اهو. تعالوا بقى نخش على الخداديه اجيبها لكم كده. الخداديه اهي، ده قماش وببطنه بالساري، وبحط لها شيفون برضو كرانيش كده شيفون، وبكسر الساري بعد كرانيش الشيفون، هو بياخد شغل شويه يعني، بعد ما بحط كرانيش شيفون بكسرها بحط ستان، معلش بحط ستان برضو بكسره ويديها شكل. اما المخده بصوا بحط على الحرف بتاعها اهو جزء من الساري كده بيكون مجوز، برضو بصرفله من جوه كده، والعدله ما بيبقاش فيها اي حاجه. ده بقى مفرش كومودينو اهو، لان طقم الساري دوت انا بطلعه 7 مش 5 يعني، كل الملايات بطلعها 5 قطع، مخدتين وخداديتين والملايه دوت، بحب ان انا كده اغير فيه واجدد فيه فبطلعه 7 مفرش الكومودينو اهو. تعالوا اجيبه اوريهولكوا عشان تشوفوا اوضح كده ان شاء الله يكون واضح ليكوا اكتر. دول بعمل منهم 2 للكومودينو، في حد بيطلب مني اكتر ويقول لي عايزين مثلا للتسريحه وكده 3 تاني،
بزودهم له عادي وهو بيحاسب عليهم بره الطقم. اما انا فبطلعه 7 بس ان شاء يعني بطلعه 7 كويسين الحمد لله ومقاسات كويسة. مش بشكر في شغلي والله، بس يمكن هو واضح قدامكم الحمد لله، ويمكن الالوان موضحة الخامة شوية، يعني يمكن حتى اللون باين ان خامته الحمد لله جميلة. اللي محتاج اي حاجة يا جماعة يعرف السعر هيجيب قد ايه للطقم زي كده، لو حد يعني مسافته بعيدة ممكن ان انا اقول له الطلبات زي ما قلت لكم في اول الفيديو. ده كده كان تالت طقم معاكم في الفيديو دوت فرجتكم عليه. يا ريت بقى تقدروا تعب ملك وتعملوا لايك للفيديو ده، ما تنسوش اللايك اهم حاجة عشان هي عمالة تفرش وهي تعبانة بصراحة. فاضل اخر طقم بقى، وهو ده اللي كنت سايباه للاخر لانه مفاجأة، حاجة كده يعني فكرة، بس هي مش فكرتي انا، بس هي طلعت معانا ما شاء الله جميلة قوي، هتعجبكم باذن الله. تعالوا مع بعض بقى نشوفه، هنفتحه كده ونفرشه ونرجع لكم نكمل الفيديو سوا افرجكم عليه. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعة ده كده كان اخر طقم معانا، هما 4 اطقم زي ما قلت لكم. بصوا بقى ده اخر طقم اهو. هشرح لكم بقى ده ايه وده ايه، وان الملاية دي عبارة عن نصين، بس شوفوا الشغل بتاعها الاول. بصوا اهو، ده يا جماعة كده شغل خياطة. بصوا كده معايا، ده يا جماعة كده شغل خياطة احنا شاريينه، واحنا ايه اللي مركبينه خياطة زي ما انتوا شايفين كده، مش لزق. عاملة على حرف الملاية عبارة عن 3 متوسطنين، واحدة اهي في نص الملاية وواحدة كمان اهي في اخر الملاية. بس هي ملك كان المفروض فرشت كده شوية عشان دي ايه تبقى باينة، لان احنا كنا هنحط المخدة فكانت هتغطي على دي، قلت لها لما نصور الاول. بصوا بقى يا جماعة، القماش ده يعتبر ان هو قماش ستاير. يمكن في ناس هتشوف في الفيديو دوت وهتكتب لي وهتقول لي ده قماش ستاير. هو فعلا قماش ستاير، وهو عبارة عن ستان، يعني ممكن ما يتنامش عليه او ممكن ان هو يحرر الجسم شوية. بصوا ده بقى قماش قطن، يعني السادة ده اللي انا بوريهولكوا ده كده قماش قطن. القماش القطن حبينا نخليه ان هو ناحية الجسم، يعني خلينا نص الملاية اهو اللي هو ناحية المخدات وكده، ده عبارة عن قماش قطن. يعني الجزء الرصاصي السادة ده كله كده لحد هنا، لحد الوصلة دي عشان دي وصلة، ده قماش قطن. اما الباقي ده ستان، ستان قماش ستاير، بس ادانا شكل. بصوا الرصاصي ماشي مع بعضه ازاي، وادانا موجة جميلة ازاي في الطقم. بصراحة يا جماعة ده ما كانش فكرتي عشان ما اكدبش، ده كان فكرة حد وفقه كده وعجبني، وقلت ان انا لازم اصوره واوريهولكوا. يعني انا ما كنتش هجيب ال3 ملايات اللي قبليه، انا قلت اجيب ده بس واصورهولكوا. بس ملك قالت لي لو عندك حاجة تانية جديدة هاتيها نصورها بالمرة، قلت لها خلاص. فجبت الشغل اللي هو ايه كان جاهز عندي على اساس ان انا افرجكوا عليه بالمرة. بس هي تعبت بصراحة. عايزة اقول لكم يا جماعة، لو حد هيكتب تعليق اكتبوا تعليق بالله عليكم ترادوا فيه ملك، عشان هي زعلانة قوي من التعب اللي شافته، عمالة تحط في ملايات وتشيل ونطبق ونكيس تاني. فقالت لي قولوا لهم بقى ان احنا بنتعب في الفيديوهات بتاعه الملايات دي، يا ريت تقدروها بلايك وتكتبوا لها تعليق حلو. انا مش عايزه اي تعليقات عادي، انا كده كده ده شغلي والحمد لله مرضيه فيه والحمد لله، وربنا يعيني ويعينكم يا رب عليه. انتوا بس زي ما قلت لكم كده ما تنسوش ملك في التعليقات. بصوا بقى في اخر الملايه عشان هو مش هيبان معانا خالص من تحت. بصوا ده كنار حاطينه كده ايه في الاخر خالص على ده وعلى ده، يعني على الساده وعلى المنقوش اللي فيه، عشان هو طبعا مش واضح معاكم خالص. هبتدي بقى نحط المخده دلوقتي وافرجكم على الشغل اللي فيها، والخداديه برضو لسه ما شفتوهاش، ان شاء الله تعجبكم.
بصوا يا جماعه، دي المخده اهي، حاطين عليها كنار زي اللي حاطينه تحت في الملايه اللي انا قلتلكوا عليه وشاورتلكوا عليه دلوقتي. حاطين عليها كنار زي كده من الجنبين، وعاملين برضو مخده تانية بس احنا عرضنا لكم واحده بس. تعالوا بقى افرجكم على الخداديات وعلى الشغل بتاعها. بصوا كده، دي كده الخداديه، طبعا فيها نفس التطريزه اللي هنا اللي احنا قلنا احنا شارينا ومركبينها تركيب اهو. وخلينا برضو نصها ساده ونصها من قماش الستان. وبعد ما خلصت كده عملت شيمه، يمكن انتوا شايفينها اهي، حرف يعني او برواز للخداديه.